احمد السيد زيزو امبارح مع ابراهيم فايق اتكلم على مجلس اداره نادي الزمالك قد كده، وقال لك في عرض جالي وب5 مليون دولار، وانا كنت هاخد 5 مليون دولار ليا والنادي هياخد 6 مليون دولار ليه. وبعد ما وافقوا وبعتوا لي وقالوا لي احنا تعالى عشان تمضي العقد عشان تسافر عشان ناخد الفلوس. بعد ما جيت بيتكلموا معايا ان انا اجدد لنادي الزمالك، قال لهم ماشي، بس قال لك جملتين حلوين، او قال لك اذا كان انت معكش النص بتاعي ولا النص اللي انا هسيبه اللي انت يعني تدفع بيه للعيبه الثانيه. قال لك هو الموارد بتاعت نادي الزمالك كده، هو ده اللي لازم مجلس اداره نادي الزمالك يشتغل عليه الفتره الجايه، انك تقول الحقيقه. بطل كذب، بطل كذب على جمهور نادي الزمالك وبتطلع تتكلم في اي حاجه وخلاص. قال لك انا قعدت مع كل واحد في مجلس اداره نادي الزمالك ومحدش برضه حل معايا في اي حاجه. فين بقى الناس اللي بتقول الراجل ده كذاب؟ فين الناس اللي كان كلامها كويس وزيزو مش باين يعني مش بيبان في الاعلام بيتكلموا عليه اي كلام وخلاص، لكن لما طلع في التلفزيون مع ابراهيم فايق واتكلم ما شفناش حد قال له لا انت بتتكلم غلط، ما حصلش. مجلس اداره فاشل.